السعودية تخطط لبناء ملعب فريد من نوعه يطلق عليه اسم ملعب السماء في مدينة ذا لاين ضمن مشروع يوم سيكون معلقاً على ارتفاع كبير أكثر من 350 متراً، ويهدف لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، وهو جزء من رؤية السعودية 2030 الطموحة، مع تأكيد وجود تحديات هندسية وتنظيمية وتصميمات أولية متداولة قد لا تكون نهائية. تفاصيل المشروع: الموقع مدينة ذا لاين في منطقة يوم، الارتفاع يتجاوز 350 متراً فوق سطح الأرض، الهدف استضافة مباريات كأس العالم 2034، الاستدامة سيعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، الميزات: تصميم مبتكر يوفر إطلالة بانورامية وتجربة فريدة للمشاهدين، وقدرة استيعابية حوالي 46 ألف متفرج. حالة التصميم: تصميمات متداولة، انتشرت فيديوهات وصور لملعب معلق في السماء أو ملعب السماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها أشار إلى أنه جزء من السقف للمدينة. تأكيد رسمي: أكدت مصادر مطلعة ومسؤولون أن التصميمات المنتشرة قد تكون من نسج الخيال أو غير رسمية بالكامل، وأن التصميم النهائي سيكون طموحاً وفريداً، لكنه يختلف عن الفيديوهات المنتشرة مع وجود خطط رسمية لمشروع فريد، لكن ليس بالضرورة مطابقاً لما تم تداوله حرفياً. الخلاصة: الفكرة هي خطط حقيقية ضمن رؤية السعودية 2030، والمملكة تعمل على مشاريع رياضية مبتكرة، لكن التفاصيل الهندسية والتصميمات النهائية للملعب المعلق في السماء لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي نهائي بعد، وهناك تباين بين ما يتم تداوله إعلامياً وبين الخطط الرسمية النهائية.